اهلا بيكم في نقطة تحول. جاهزين للخطوة الأخيرة ازاي هنسكت صوت الناقد الداخلي؟ بس طبعا قبل ما ابدأ بفكركم يا ريت تعملوا فولو لكل البيجز بتاعتنا على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك واليوتيوب، وكمان تعملوا شير للفيديو لو عجبكم مع اصحابكم، وتشاركونا آرائكم في الكومنتات. الخطوة الأخيرة هي قوة الامتنان. بيقول الشاعر جلال الدين الرومي: ارتدي الامتنان كعباءة فسوف تغذي جميع أركان حياتك. وبصراحة أنا مؤمنة جدا بقوة الامتنان، ومش شرط يكون الامتنان على الحاجات الحلوة وبس في حياتنا، ولكن أنا مثلا من 3 أيام كنت بروق شنطتي اللي كنت بكتب فيها في وقت فترة صعبة في حياتي. لقيت نفسي كاتبة إني ممتنة جدا رغم إنه نتائج التحاليل لشخص قريب عليا قوي طلعت سيئة، إلى إنه دلوقتي كويس وهو معانا. كنت ممتنة كمان لصبري في الوقت ده ولطاقة تحملي. انت ممكن تكون ممتن لحاجات صعبة، لصبرك، لطاقتك، لهدوءك، لطريقة تعاملك اللي اتغيرت في المواقف دي، لعدم انهيارك. لو أخدت كل يوم من وقتك لحظات بالليل دقايق بس تكتب حاجة واحدة أنت ممتن بيها، وهدف من الكتابة هو إنك تدي لنفسك كل يوم لحظات بتعترف بيها بنجاحك، بنجاحك بقى في صبرك على المواقف الصعبة، بنجاحك بقى بهدوءك في الأيام التقيلة. صدقني لو كل يوم بس كتبت حاجة واحدة انت ممتن ليها وقريتهم اخر الشهر، هتلاقي نفسك انه عندك طاقة وقوة وثقة في نفسك، انك عديت مواقف صعبة، انك قدرت تعدي امتحانات، ان عندك جوانب حلوة في حياتك، ان عندك نقاط قوة كتير. فوقتها بس هتقدر انك خلاص ابتديت توطي صوت الناقد الداخلي ده. انت بقيت ممتن لنفسك، انت بقيت مدرك ان في ظروف معينة انت بتعدي بيها في حياتك، انت بقيت مدرك ان في نجاحات انت بتعملها وبتقدر تعدي بيها. وهنا بس اقدر اقولك انه مبروك، ابتديت انك تسيطر بصوت الاب الداعم او بالصوت الداعم اللي جواك، او تسيطر بالشخص الناضج اللي جواك. كده احنا خلصنا السلسلة بتاعتنا بتاعة الاب الناقد او بتاعة شخصياتنا وانماطها. استنوني بقى في مواضيع جديدة بسلسلة جديدة الفترة الجاية. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده وتشاركوني ارائكم في الكومنتات.